فنانه تشكيليه جميله لفتت نظري كده بصوره حلوه، كانها برضو بتقول انا التاريخ. الفنانه الجميله سعاد مراد، اهلا بيكي. اهلا بيكي، اهلا يا حبيبتي. شرفتينا ونورتينا، والنهارده عايزين نقول احنا بنحتفل، مش بنحتفل بس، احنا بنقول يا جماعه دي حضاره مصر. صحيح. والمكان حاجه جميله بصراحه، الواحد يفتخر انه مصري وان في مكان بالجمال ده. والحقيقه يعني مدام نرمين يعني فكره حلوه قوي انها تعمل المعرض في المتحف القبطي بالذات. انا عايزه اقول دي رساله للعالم كله، ان احنا بنقول احنا حضاره مصر عمرها ما تنتهي. احنا بنقول للناس اللي بتشكك في حضارتنا، والناس اللي بتقول ان احنا عندنا ضعف كسياسه، لا يا جماعه، احنا بنقول للعالم كله احنا مصريين وهنفضل مصريين وعندنا حضارتنا ولسه بنكمل. مفيش حد عنده حضاره زي حضارتنا. المصريين حاجة تانية خالص الحقيقة. ومكان زي ده في الكنيسة المعلقة وعمرو بن العاص والمتحف القبطي وماري جرجس، يعني الحقيقة المكان مش عادي في جماله. يعني لازم الناس كلها تيجي تتفرج على جمال الحضارة بتاعتنا. كلمينا النهاردة عن مشاركتك في المعرض والصورة. أنا مشاركة، قلت حاجة تبقى ماشية مع الجو بتاع المكان، فأنا بحب قوي أرسم الجوامع وكده، فاخترت جامع والمكان في مكان شعبي بالالوان بتاعتي اللي بحبها، هو ميكس ميديا، وقلت يا رب يكون يعني يلاقي اعجابكم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. وكمان اختيارك طبعا موفق جدا، احنا في الحضاره اللي احنا الجميله اللي احنا كده، وكمان صوره الجامع والتاريخ والوانك برضو، انت ملبسه الناس ابيض. ايوه، نقاء. دي حقيقة. يعني أنا بشوف ده نقاء بالنسبة داخلين الجامع وكده، الأبيض لون حتى الطاقة بتاعته حلوة. دي حقيقة. أيوة. دي حقيقة. أيوة. طبعا أتمنى لك التوفيق، وأتمنى لك إن أنت تاخدي جايزة على اللوحة الجميلة دي. ميرسي، ربنا يخليكي، ميرسي قوي قوي. مستمرين معاكم، لسه معاكم في جاليري اللمسات والعروض الفنية، وإحنا نازلين معاهم، وهنقابل حضارتنا، وهنقابل المشاركين والفنانين في جاليري اللمسات. النهاردة إحنا يا جماعة في لوحة فنية.